حالة طوارئ تعيشها إسرائيل لمواجهة حرائق مستعرة منذ 3 أيام. قالت السلطات إنها خارج السيطرة وتنتشر بسرعة من منطقة إلى أخرى. كارثة ألقى رئيس الحكومة نتنياهو باللوم فيها على من سماهم مشعلي الحرائق. اضطرت حكومته بسببها إلى إجلاء نحو 60,000 من سكان 14 حيا في مدينة حيفا، وطلب المساعدة من دول عديدة في الجوار أبرزها تركيا التي لبت النداء. إسرائيل تحترق. أكثر من 220 حريقا شبت بشكل متتالي في غضون ساعات. حرائق امتدت من أقصى الشمال حتى القدس، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إليها بسبب الحرائق. وأثناء محاولة فرق الإطفاء إخمادها، تم استدعاء هذه الفرق إلى مدينة حيفا التي بدأت النيران تلتهم بيوتها. الوضع في حيفا سيء للغاية. لقد تلقينا الأوامر بترك الحريق هنا والتوجه إلى حيفا. 12 حيا تم إخلاؤها في حيفا، وتم توجيه كل طائرات الإطفاء إلى المدينة، وجرى قطع التيار الكهربائي عنها. كل هذه الجهود لم تثمر لغاية الآن، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى طلب المساعدة من بعض الدول الأوروبية التي سترسل طائراتها المتخصصة في إخماد النيران. كما تم استدعاء فرق احتياط في الجيش، وتمت الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر للتباحث في خطواته القادمة. وفقا لتوقعات الطقس التي استمعت إليها، لا يمكن القول إن الرياح والجفاف اللذان يؤديان إلى الحرائق الطبيعية وغير الطبيعية ستنتهي في الأيام القريبة، ولذلك نحن نستعد بشتى الوسائل والطرق. وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي دعا إلى القبض على من أسماهم بمشعلي النيران ومحاسبتهم، وبالفعل أقر الشباك الإسرائيلي بأنه طلب منه العمل على التحقيق، فاتهام فلسطينيين يزيح المسؤولية عن كاهل الحكومة الإسرائيلية. هناك شكوك لإضرام النار عن عمد في عدة مناطق، ونحن نفحص كل منطقة على حدة. لدينا نشاط على الأرض والتحقيقات جارية. الأرصاد تشير إلى استمرار الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى الحرائق، لكن من سيتهم الطقس إن كان هناك متهم آخر يمكن إلصاق التهمة به؟ أكثر من 200 حريق شبت في حيفا والقدس. النار وجه من وجوه الطبيعة الغاضبة، لكن في إسرائيل هنالك دائما المتهم الجاهز، هو الفلسطيني الذي توجه له أصابع الاتهام حتى فيما تجلبه الطبيعة. نضال كناعني، سكاي نيوز، القدس. المزيد من التفاصيل حول هذه الحرائق المستمرة والمستعرة في إسرائيل مع سامي قاسمي. هناك تفاصيل أكثر ربما. بكل تأكيد يوسف، حسب الإعلام الإسرائيلي عدد من الحرائق أدت إلى خسائر كبيرة في العتاد والممتلكات وإصابات في صفوف الإسرائيليين. مواقع إخبارية تحدثت على أن 150 حريقا شب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في وسط وشمال البلاد. نصف هذه الحرائق بحسب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان هي حرائق متعمدة، كما صرح بذلك لراديو الجيش الإسرائيلي. شدة هذه الحرائق وسرعة انتشارها دفعت السلطات الإسرائيلية إلى إجلاء نحو 60,000 شخص من حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، حيث تعد هذه المدينة من أكثر المناطق تضررا من الحرائق المندلعة منذ الاثنين الماضي. كما أجبرت النيران على إغلاق ميناء حيفا ومطارها تحسبا من وقوع مزيد من الإصابات بعد تسجيل 132 جريحا فيها غالبيتهم بسبب الاختناق. والحرائق أيضا تسببت في تدمير وإتلاف عشرات المنازل، وكذلك قطع عدد من الطرقات والتهام آلاف الهكتارات من الغابات. ووفق ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية فإن 8 دول لبت طلب الحكومة الإسرائيلية بالمساعدة في إخماد الحرائق، هي تركيا واليونان وكذلك قبرص وكرواتيا وإيطاليا وروسيا ورومانيا
وبلغاريا. وتقول الخارجية أن هذه الدول أرسلت طائرات عدة بالفعل. إذن نحن في انتظار حصيلة نهائية لهذه نتائج هذه الحرائق، لكن يبدو علينا أن ننتظر أيام حتى نعرف حقيقة حجم هذه الخسائر التي أدت بالكثير من الهكتارات وآلاف الدنومات. هناك أسئلة كثيرة سامي ربما نطرحها على ضيفنا من القاهرة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور صبحي عسيلة. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية قبل أن ندخل في موضوع المساعدات الدولية هنا، يعني استوقفني موضوع بأنه الحرائق تحدث في الغابات في تركيا، تحدث في أمريكا، في أوروبا، يعني شيء شائع تقريبا. لكن فورا في إسرائيل تم إلقاء القبض على 4 من العرب ثم أخلي سبيلهم. كان دائما البحث عن أنه أكيد في عربي مخرب يعني بهذا الشكل، ومن ثم استغاثة دولية لدولة مفروض أنها تعرض عضلاتها في المنطقة من أجل الإغاثة في هذه الحرائق. ما رأيك بداية برد الفعل الداخلي الإسرائيلي على ما حدث؟ يعني في الحقيقة رد الفعل حضرتك هنا يعني لازم نوصله على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الرسمي أو المستوى الحكومي، وعندنا مستوى شعبي. والحقيقة الردين أو رد الفعلين مرتبطين ببعض، بمعنى أنه رد الفعل الحكومي الذي يبحث عن كبش فداء بشكل أو بآخر، وكبش الفداء الجاهز دائما لكل المصائب التي تحدث في إسرائيل، هو الفلسطينيين. وهو حين يحمل الفلسطينيين هذه الكلفة أو هذا الثمن أو هذه الكارثة، هو في الحقيقة يرد عن نفسه أمام الرأي العام. الرأي العام الآن يحمل نتنياهو أنه لم يكن جاهزا. هذه لم تكن أول مرة ولن تكون الأخيرة التي تشهد فيها إسرائيل حرائق مثل هذا النوع. يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قصرت تماما، وسيتحمل نتنياهو تكلفة عالية إزاء هذا الموضوع. ومن ثم نتنياهو الآن يزيح المسؤولية عن نفسه، يزيح المسؤولية عن مسؤوليه وحكومته. حتى كما أشرت حضرتك، حينما يطلب المساعدة من دول عديدة أو يعني يطلق نداء استغاثة إذا جاز التعبير، هذا النداء معناه أن إسرائيل ليست لديها الإمكانيات. وأنا هنا أقدر وأتفهم أنه لا دولة لديها إمكانيات جاهزة للتعامل مع مثل هكذا حرائق، لأنه هذا الموضوع يفترض أنه يعني من الموضوعات الطارئة. ومن ثم هو يطلب الاستغاثة في هذه اللحظة، مؤكد أنه صورته الآن مجروحة أمام الرأي العام. أتصور أن تداعيات هذه الأزمة لن تمر بسهولة على نتنياهو وحكومته. لن تمر بسهولة سيد صبحي. إلى أي مدى يمكن أن تطيح بحكومة نتنياهو، خصوصا وأن هناك العديد من الأصوات تعالت في وسط إسرائيل بإسقاط حكومة نتنياهو؟ يعني أن يصل الأمر إلى إسقاط حكومة نتنياهو أنا لا أتصور، أنا لا أذهب إلى هذه النقطة أو إلى هذا المدى بأي حال من الأحوال، لأن نتنياهو وضعه الموجود وإن كان ليس يعني مريحا إلى حد كبير، ولكنه يعتمد بالأساس على أنه لا بديل أمام الإسرائيليين في هذه اللحظة، كما انتخبوه سابقا أنه لا بديل جاهز في هذه اللحظة لدى الإسرائيليين. هناك انجراف شديد جدا نحو اليمين واليمين المتطرف، ونتنياهو يبدو البديل الأفضل حتى هذه اللحظة، ولكنه سيتعرض إلى خلينا نقول ضغوطات عالية جدا جدا في هذه اللحظة، ربما لا تؤهله في انتخابات قادمة، ربما تتيح للمعارضة أن تضغط عليه أكثر، ربما يتجرأ عليه بعض شركائه في الائتلاف للمطالبة بمزيد من الامتيازات خاصة الاقتصادية والمادية. نعم. وشيء من هذا القبيل. على الأرجح أن أيامه القادمة أو شهوره القادمة إذا جاز التعبير في رئاسة الحكومة لن تكون مريحة، ولن يكون صورته التي قدمها كما أشرت حضرتك فرض العضلات، وأنه قادر وأن حكومته قادرة على حفظ الأمن. لاحظ يعني حضرتك أن مسألة الأمن مشكلة يعني موضوع اتهام محاميه بأنه ضغط في صفقة طبعا لشراء أوساط، وبالتالي صحيح. في موضوع فساد. لكن اسمح لي هنا أن أسألك عن رد الفعل السريع للدول الصديقة التي سارعت فعلا حتى من أوكرانيا، يعني من مكان بعيد أرسلت طائرات. تركيا تحديدا يعني بعد يعني أقل من أسبوع من إرسال السفير التركي إلى إسرائيل كانت من أولى الدول التي لبت هذا النداء. هل هذه رسائل سياسية أم تعاون على يعني إخماد حريق فعلا؟
لا، بكل تأكيد رسائل. ودعني أذكر حضرتك أنه بعض الأخبار تتداول أنه أنقرة هي التي عرضت المساعدة، وأن نتنياهو وافق على أن يتلقى مساعدة من قبل تركيا. تركيا يعني منذ يعني في الأيام الأخيرة تسارع أو تهرول إذا جاز التعبير باتجاه تحسين علاقاتها مع إسرائيل، ربما يعني لتشابكات وتجاذبات وأمور استراتيجية كثيرة تتعلق بموضوع الشرق الأوسط. ولكن واضح تماما أن تركيا حسمت أمرها تماما بالتوجه نحو إسرائيل وأعادت الدفء أو بث روح جديدة في العلاقة ما بينها وبين إسرائيل. هذه العلاقة كانت دافئة طول الوقت، ربما شابها بعض الفتور وشيء من هذا القبيل، والبعض فسر في حينه أن ربما يكون ذلك قطيعة بين تركيا وإسرائيل. نحن وأنا شخصيا لم أرى ذلك مطلقا، لأن تركيا الآن تعاني من مشكلات كثيرة سواء بملف الأكراد أو بملف سوريا أو في ملفها مع الاتحاد الأوروبي. هي طول الوقت ترى أن بوابة إسرائيل هي بوابة مهمة تماما لها للتواجد في الشرق الأوسط، ولكي تحوز أو تؤمن لها مكانا في عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهم والعلاقات العسكرية وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية حتى في ظل ترامب، وده كلام يطول شرحه كثيرا يعني. إنما الآن هي إسرائيل تركيا تتصور أنها وهي هكذا بالفعل ستكون بوابة أساسية للتعامل مع ملفات كثيرة في المنطقة. هذا الإسراع التركي في إغاثة إسرائيل كما يقول البعض، بعض الدول، بعض الأشخاص، بعض المواطنين العرب كانوا دائما يعولون على تركيا في أنها هي المناصرة للقضية الفلسطينية. بإسراعها بهذا الشكل لتقديم العون لإسرائيل، ألا يغير لدى هؤلاء من قناعاتهم بأن فعلا تركيا هي بلد يحمي القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى؟ يعني إذا كنا ممكن نفتح تاريخ تركيا في المساعدة الفعلية، إذا بنتكلم على مساعدة فعلية، أنا لا أرى أن هذا التاريخ كان مشرفا كثيرا يعني لكي تدعي تركيا. ولكن وسط الادعاءات التركية هناك ادعاءات كثيرة، من هذه الادعاءات هذا الادعاء أنها ساندت القضية الفلسطينية وأنها يمكن أن تتعامل وتحل القضية الفلسطينية. الآن مرة أخرى تثبت تركيا أنها غير مستعدة أو غير راغبة، لأنه علاقتها هنا يعني في مشكلة لدى تركيا أنها تتعامل مع إسرائيل بهذا الحجم وبهذه الكثافة وتقول بعد ذلك أنها تريد أن تدعم القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. أدرك تماما أن تركيا سيكون لديها مبرر ربما يمكن تفهمه أن هذه المساعدة كانت لاعتبارات إنسانية بحتة، وأنها لا يمكن أن تتأخر في مثل هكذا مصائب أو كوارث طبيعية. الدول كلها تشارك، ولكن لافت للنظر أن الأمريكان أنا لم أسمع حتى الآن رد فعل رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية وأنها عرضت أو شيء من هذا القبيل، وأنها يعني حتى لم تستخدم أي من إمكانياتها لتضحى في خدمة إسرائيل حتى هذه اللحظة، بينما تسارع تركيا بهذا الشكل طبقا أو يعني نزولا لاعتبارات إنسانية. ستسوق هذه الفكرة في الأيام القليلة المقبلة أن هذا الدعم كان بسبب الاعتبارات الإنسانية وليس باعتبارات سياسية. مهمة. دكتور صبحي اسمح لي هنا، يعني كما ذكرت أنت، إسرائيل بالنسبة لتركيا ممكن أن تكون بوابة لترامب الذي يعني إدارته لا تبدو ودودة لتركيا أو يعني الخط سياساتها بحسب تصريحاتهم السابقة. أيضا هناك مشكلة عسكرية، تركيا لا تحصل على التكنولوجيا العسكرية من الناتو حليفها ولا من الولايات المتحدة، ولا تستطيع حتى الآن أخذها من روسيا أو من الصين. برأيك إسرائيل، لأنه كان فعلا في زمان في قبل الخلاف كان في مشاريع أنه تزويد تركيا ببعض التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بعد الخلاف الذي حصل بين تركيا والمصالحة، هل يمكن أن تعود العلاقة بين الطرفين إلى هذا المستوى من الثقة بحيث تحصل فعلا تركيا على هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة من إسرائيل؟ بكل تأكيد، وأنا يعني شخصيا يعني يمكن أن أجازف لأقول أن تركيا يعني هذا في بالها تماما، وربما وضعته شرطا مسبقا أو ربما تتمناه أو ربما سيكون ذلك هو النتيجة أو الثمرة التي إن لم تحصل عليها ممكن ربما إسرائيل تثق في القيادة التركية إلى هذه الدرجة الآن بعد ما حصل؟ يعني الموضوع ليس موضوع ثقة بقدر ما هو أنها علاقات متبادلة. أنا أقول لحضرتك أنها علاقات متبادلة. تركيا تريد هذه الثمرة، هذه الثمرة أيضا ستفيد إسرائيل بشكل أو بآخر، لأنه إسرائيل أيضا لديها ملفات تريد تسويتها في المنطقة، لديها انزعاجات كثيرة. تركيا الآن تقدم نفسها للعالم وللمنطقة باعتبارها قادرة على أن تتدخل في ملفات معينة، بالذات الملف السوري، تقول أنها يمكن أن تسويه، تطرح مشروعا لتسوية الأمور في الشرق الأوسط، تطرح
ربما يعني يصل الأمر إلى ما يشبه، أنا أسميه حلف كده رباعي، تكون فيه تركيا إسرائيل مصر وربما معهم المملكة العربية السعودية للسيطرة أو لهندسة الأمور في منطقة الشرق الأوسط. أتصور أنه هذا الانزياح باتجاه أن يكون هناك علاقات جيدة ما بين تركيا وما بين إسرائيل مؤكد أنه سيفيد الطرفين، خاصة وأن إسرائيل أيضا لديها مشكلات كثيرة تتعلق، دعني يعني أسميه الآن ملف إيران. ملف إيران مزعج للطرفين تماما، ومن ثم أي علاقات بين هاتين القوتين الكبريين في المنطقة مؤكد أنها ستصب في صالحهم في مقابلة أو في مواجهة التهديد الإيراني لهما. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور صبحي عسيلة. عموما يوسف، لدينا بعض التعليقات من قبل المشاهدين وبعض المشاركات حول هذا الموضوع، حول الحرائق في حول إسرائيل. الحرائق في إسرائيل تحديدا. جمال يقول: استنجاد إسرائيل بالعالم لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات أكد أنها دولة ضعيفة وهشة وتستمد قوتها فقط من دعم العالم بكل إمكاناته لها. هنا ليلى تقول: شماتة البعض من الحرائق في إسرائيل دليل على اليأس من وجود رادع للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. هنا خالد يقول: على الرغم من القوة العسكرية والتكنولوجية التي تمتلكها إسرائيل إلا أنه لا شيء يستطيع أن يقهر الطبيعة. وفي النهاية محمد يرى بأن إسرائيل التي تصور نفسها على أنها قوة لا تقهر وعلى أنها دولة متقدمة جدا تفشل في مواجهة حرائق بسيطة مقارنة بحرائق تقع بدول أخرى. وإلى أي مدى هذا الأمر يوسف يغير من النظرة التقليدية لدى العرب لدى دول أخرى على أن إسرائيل دولة متقدمة وتستطيع أن تتعامل مع هكذا أزمات؟ الموضوع كما قال ضيفنا صعب، لكن كان خطأ في التقديرات الإسرائيلية، وبالتالي ربما تم استغلال ما حصل سياسيا ودبلوماسيا. على كل سنرى إلى أين ستمتد هذه الحرائق في إسرائيل. شكرا جزيلا لك سامي.